السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رؤيا الأخبار. هذه أبرز العناوين: صمود الأساتذة يحرج النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق، وزحزحة العطل أو تمديد السنة الدراسية، هذه سيناريوهات لتعويض الهدر المدرسي، وتصعيد الأساتذة يتواصل، التنسيقيات ترفض الاتفاق بين الحكومة والنقابات. إليكم التفاصيل. صمود الأساتذة يحرج النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق، حيث تلقت الجامعة الوطني للتعليم التوجه الديمقراطي FNE يوم الأحد دعوة عن طريق الاتصال الهاتفي، رفضت ذلك وطالبت بمراسلة رسمية تضم محضرا على جدول أعمال هذا الاجتماع، ثم تعرض على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتشاور فيها ثم اتخاذ القرار. ولكن الآن المستجد لكين أن الوزارة والحكومة من بعد ما حبسات أو ما جست النبض وعرفت أنه من وقع الاتفاق أشرد جنب لا يمثل الشغيلة التعليمية، وجست النبض أيضا وعرفت باللي الشغيلة التعليمية صامدة ولن تتنازل عن إضراب 4 أيام. لجأت كذلك لطلب الحوار مرة أخرى، ثم ربطت الاتصال بالجامعة الوطني للتعليم توجه الديمقراطي، وفرضت FNE حوار بحضور جميع التنسيقيات المناضلة في الميدان، أي التنسيق الوطني بجميع مكوناته، وكذا التنسيقية الموحدة وتنسيقية الثانوي التأهيلي إن أرادوا طبعا. ولكن هذا لا يعني أن مسألة الحوار قد حسمت، سيكون فيها تشاور اليوم، وغادي يجاوبوا القجع ووزير التربية الوطنية بن موسى واش قابلين الحوار ولا ما قابلينوش. يعني نحن في موقع قوة، يعني هذا أن إذا كان تفاوض فغادي يكون من موقع قوة، يعني قاع داكشي اللي داز لا يلزم الشغيلة التعليمية. وإلا كان غادي يكون شي حوار فغادي تحضر فيه التنسيقيات اللي كتمثل الشغيلة التعليمية حقيقة، واللي كانت تضرب منذ 5 أكتوبر. زحزحة العطل أو تمديد السنة الدراسية، هذه سيناريوهات لتعويض الهدر المدرسي. مع عودة التلاميذ إلى الأقسام عقب نهاية العطلة البينية وبداية انفراج أزمة الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي والتعويضات، يعود التساؤل مجددا حول كيفية تعويض الأسابيع التي شهدت توقفا للدراسة. وبالرغم من عدم اتضاح الرؤى لدى العديد من الهيئات النقابية في قطاع التعليم حول سبل تعويض الزمن الدراسي الضائع، خصوصا مع استمرار بعض التنسيقيات في الدعوة إلى الإضراب، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدأت تضع سيناريوهات لتجاوز مخلفات أزمة النظام الأساسي بمحاولة استدراك تبعات توقف الدراسة على التلاميذ، خصوصا مقبلين على اجتياز الامتحان الإشهادي. الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أفادت بأن محطات سابقة مماثلة تم خلالها الاشتغال على إعادة الهندسة التربوية لاستدراك ما فات، وهو ما تعمل عليه حاليا. وفي هذا الصدد قال محمد أدردور مدير الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين بجهة الرباط القنيطرة إن هناك بيداغوجيات ومقاربات سيتم اعتمادها، مشددا على أن هذا لا يعني النقص في المقررات وأن يتم منح التلاميذ تحصيلا دراسيا أقل، بل بالعكس سنشتغل بطريقة تمكن التلاميذ من الحصول على المنهج الدراسي وفق الضوابط. ولفت المكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تصريحه لجريدة إسبريس الإلكترونية إلى أن الحصص الضائعة من الضروري تعويضها لاستكمال المنهج الدراسي لفائدة التلميذ وتجاوز الثغرات التي يعرفها، موردا في هذا السياق وجود سيناريوهات تدرسها الوزارة لتنزيلها بمعية مختلف الشركات أو بمختلف الشركاء. ويتمثل السيناريو الأول المقترح وفق أدردور دائما العمل على زحزحة العطل البينية بشكل لا يتعب التلاميذ والأساتذة، وهذا لا يعني إلغاء هذه العطل وإنما التصرف فيها. وتبع المسؤول نفسه قوله: الإجراء الثاني الذي قد نلجأ إليه يتمثل في تمديد الفترة الدراسية، وهذا ما سبق اعتماده خلال فترة الجائحة الصحية كوفيد-19 من خلال تمديدها ل3 أسابيع أو شهر.
غير أن هذه العملية، أضاف المتحدث نفسه، تتطلب تنسيق مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأجنبية لتفادي أي تفاوت في امتحانات البكالوريا ومباريات التعليم العالي التي يكون لها توقيت محدد. وأشار أدردور دائما إلى أن هذه المقترحات ستشتغل عليها الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية بمعية القطاعات الحكومية المعنية، حيث سيتم تنظيمه مع مختلف الشركاء من أطر تربوية وأسر وسلطات عمومية. وطمأن المسؤول نفسه الأساتذة والأسر بأنه لن يتم تفعيل أي مقاربة إلا وكانت تصب في المصلحة الفضلى للتلاميذ والأساتذة، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى إرجاع الثقة بينها وبين رجال ونساء التعليم، وأن يتواصل الحوار من أجل إعادة صياغة بنود النظام الأساسي المختلف عليه لإخراج المنظومة التربوية المنتصرة من هذه الأزمة. إلى ذلك سجل محمد أدردور مدير الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة المكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة عملت على استغلال العطلة البينية الأخيرة في الدعم التربوي والمراجعة وليس استدراك الحصص الضائعة، مشيرا إلى أن هذه العملية انخرط فيها العديد من الأطر التربوية والأساتذة المتقاعدين والجامعيين وشركاء من القطاع الخصوصي، فضلا عن المستفيدين من برنامج أوراش الحكومي. تصعيد الأساتذة يتواصل، التنسيقيات ترفض الاتفاق بين الحكومة والنقابات. رفض جديد لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع عبر عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء بالرباط، حيث قال إن هذا الاتفاق غير كاف والتف على عدد من المطالب التي أثرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج. وأكد التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة رفضه لمضامين الاتفاق، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها. ووجه التنسيق ذاته انتقادات لاذعة إلى أن النقابات التعليمية الموقعة على هذا الاتفاق، وهو ما عبر عنه بقوله إنه يتعرض لهجومات مخزنية من بعض الأطراف المحسوبة خطأ على الجسم النقابي التي قدمت كل طاقته لتفجير تنسيقيات من الداخل. ورفض التنسيق ما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان لاحتجاجات الأساتذة، معبرا عن إدانته لهذه المحاولات الخرقاء الموجهة من بعض الأطراف التي ستشتغل بالمناولة لأسيادها في كل الاحتجاجات الشعبية، مؤكدا استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني. وتتجلى المطالب الأساسية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وإسقاط التوظيف الجهوي، يعني التعاقد وكل أشكال التعاقد من التعليم، وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقية 19 و 26 أبريل 2011 و 15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة. ويأتي الرفض الذي عبر عنه التنسيق لما جرى الاتفاق عليه بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة وسط شلل جديد للمدرسة العمومية، حيث يخوض الأساتذة إضرابات جديدة لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل، توازيا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وحمل التنسيق الوطني مسؤولية استمرار الهدر الزمن الدراسي للتلاميذ بسبب استمرار إضرابات نساء ورجال التعليم إلى الحكومة، حيث قال عبد الله غميميط الكاتب العام للجامعة الوطني للتعليم توجه الديمقراطي FNE إن المسؤول عن ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ هو الحكومة، لأنها لو استجابت لمطالب نساء ورجال التعليم لعادوا إلى الأقسام من اليوم.
وقال عميميط إن النقابة التي يمثلها والتي شاركت في الحوار مع وزارة التربية الوطنية قبل أن تستبعد بسبب رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير الذي مهد لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تشبث بعدد من المطالب التي لم تبدي الحكومة إلى حد الآن أي مؤشر على إمكانية قبولها، وفي مقدمتها إلغاء التوظيف الجهوي للأساتذة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أكد التشبث بإسقاط التقاعد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، كما أكد التمسك بحل جميع الملفات الفئوية التي قال إن الاتفاقات الثلاثة المبرمة بين النقابات والحكومة فشلت في حلها، إضافة إلى تنفيذ اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 بأثر رجعي لإنصاف الأساتذة المتقاعدين والمتقاعدات والممارسين والممارسات. غميميط دعا الحكومة إلى التفاوض بإرادة جادة لحل مشاكل نساء ورجال التعليم والإجابة عن أسئلتهم، معتبرا أن ما سماه المكيسبات المحققة في الاتفاق الأخير بين النقابات الأربع والحكومة جاءت نتيجة النضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية منذ 5 أكتوبر الماضي، وليس من أحد. وعبرت مختلف التنسيقيات التعليمية عن رفضها لمضامين اتفاق 10 جنيبر الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، مبدية تشبثها بمطالبها الرئيسية والعادلة وعدم اختصار مطالب نساء ورجال التعليم في البعد المادي فقط وإنما المعنوي. زهير هبول عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم قال إن الأساتذة لا يطلبون صدقة من الحكومة بل يطالبون بحقهم، مضيفا لدينا اتفاقات والحكومة مدينة لنا بحقوقنا، حيث لم يتم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي قالوا إنه كلف ميزانية كبيرة، وتابع متسائلا أين ذهبت تلك الأموال إذن؟ ولم تقنع الزيادة في الأجر التي أقرتها الحكومة في اتفاقها مع النقابات نساء ورجال التعليم، إذ قال هبول إن زيادة 750 درهم السنة المقبلة مثيلها في السنة 2025 يعكس عقلية التكنوقراط التي تشتغل بها الحكومة وعلى استمرارها في المراوغة، مضيفا بالله عليكم هل زيادة 25 درهم في اليوم تكفي لدفع المصاريف اليومية بعد الرفع الصاروخي للأسعار المواد الاستهلاكية؟ وحرص التنسيق الوطني لقطاع التعليم على توجيه رسالة إلى الأسر المغربية جاء فيها أننا نحترق وأننا نتوجه حسرة على فلذات أكبادنا، فنحن قبل أن نكون نساء ورجال التعليم نحن آباء وأمهات التلاميذ. وانتقد التنسيق في الرسالة الموجهة إلى الأسر ما سماه المغالطات التي تحاول الجهات الرسمية أن تبلغها إلى هذه الأسر بكون رجل التعليم لا تهمه سوى التحفيزات المادية والأمور الشخصية فقط، وأنه سينصاع لهذه الدريهمات وسيرجع إلى القسم. هذا عيب. مضيفا نقول بصريح العبارة إن كرامة الأستاذ خط أحمر ولا ينبغي أن تنتهك. شكرا لكم.